الامر من عمي اللي خصنا نركزوا عليه الان هو ان هذا السيد هذا كيتكلم وهو المكرم وهو المتوج وهو المشكور على ما كان يقوم به والخطابات التي كان يصرفها تجاه المغرب والمغاربه بشكل فيه خسه، نذاله، حقاره، كلام وسخ يعني. وهذا امر ليس غريبا، لان وكاله الانباء الجزائريه نتاعتهم قالت نفس الخطاب نتاع بونيف. ولكن دعونا نركز على ما يلي. هنا الخدمه خصها تكون متوله نتاع المغاربه. كنستدعي واحد العدد نتاع الاخوان، الرأي المغربي هو حاضر معنا على الدخول، مرحبا به. الاخت نرجس، وغنقولها بالعلالي يعني في اللايف، ماشي زعما الامر لا يستدعي اننا نتواصلوا في الخاص. ولا يجب ان نستبق هذا الخطاب العدواني العدائي نتاع النظام الجزائري. كيفاش نستبقوه؟ بمعنى ابتداء من اليوم هذاك الفيديو نتاع مصطفى بوسبير سيشتغل عليه من طرف الإخوان كاملين في مواقع التواصل الاجتماعي، يترجم إلى الفرنسية والإنجليزية ويدار باللغة العربية، وأي واحد غيدوي بحاله في اللايفات يتشد الكلمات. دابا تسوق الإعلام الخليجي، الإعلام المشرقي، الإعلام الإفريقي، هاو شنو ناويين يديروا الآن. أنا بن عمي الآن هادشي خصو يدار الآن. إذا الخدمة اللي كنقترح على الإخوان يديروها هي أي خطاب تحريضي استعدائي استهدافي اللي كان 2025 من دابا الخدمة، ماشي حتى تبقى شهر، من دابا. هذا بونيف لأنه خطير جدا. هذا راه متوج من طرف الرئيس، هذا راه مكرم من طرف الرئيس، ويتقال المشارقة العرب الأفارقة يتقال لهم ها ودي شوفوا هذا الرئيس هذا، ها هو الخطة نتاع هذاك الشيء نتاع درمان، هذاك الشيء اللي قالوا عارف مشاكرة. نخدموا عليه من دابا الإخوان، نركزوا من دابا على هذه الخدمة هذه. إعلاميا يجب أن يفضحوا هؤلاء. الطريقة الوحيدة اللي تقدر تبرد لهم الماء في الركابي وتقلب عليهم القفة، وغادي يوليو يطلبوا السله بلا عنب، وغادي يوليو يزيدوا تشوهوا كما راهم مشوهين. اذا الاخوان رجاء اللي كيتقن يدير شي حاجه في هذا الشان هذا يديرها، اللي عنده شي اتصالات مع صحافه، مع اعلاميين، مع مواقع التواصل الاجتماعي، لايفات في الخليج، في مصر، في تونس، في افريقيا، كوت ديفوار، العلاقات اللي نسجوها الاخوان مع الايفواريين، مع الكاميرونيين، مع الكونغوليين، هذا الشيء كامل خصو يترجم ويتحط من دابا. لان الفضائح الاعلاميه هي الطريقه الوحيده اللي تخليهم يبردهم الماء في الركاب، والناس تزيد تعرف هذا الشعب كي راه داير. هذا الشعب الجزائري الذي صار يدجن يوما بعد يوم بخطاب العداء والاستعداء، والذي أبانوا عن ذلك ماشي فقط حتى دابا مع المغاربة، أبانوه مع غامبيا، مع كاميرون مع الكوت ديفوار، مع مالي، مع موريتانيا، مع السنغال. يا ودي راهم مبهدلين، راه مبهدلين، حنا عارفين انهم مبهدلين، ولكن هما امتى غادي يحبسوا من هذا الهبل ديالهم؟ امتى غادي يوليو يعضوا في بعضياتهم؟ امتى غيخرج الرئيس الوزير الاعلام نتاعهم كما خرج ذاك النهار؟ الاعلام نتاعهم ابن عمي وزير الاتصال لم يخرج الا حين صارت الفضيحه دوليه افريقيه وعربيه. حين صارت الفضيحه اذا هذا هو اللي كاين ابن عمي، فهمنا؟ غادي يوليو يخرجوا، غادي يديروا لايفات، غادي يشحنوا. حنا ما نسبوا ما داك ردود الافعال التلقائيه. انا كنتكلم على الناس اللي كتفتح لايفات بحالي، اما التعليقات اللي بغى يعلق كما بغى يسب ولا يعاير هذاك سوقه في اطار رد الفعل، الله يعاون كل واحد. كنتكلم على الناس اللي مسؤوله. اللايفات لعب على هذه النقطه هذه، فهمنا؟
ومره مره سطر البوني في القضيه.